هل تعلم أن مباراة واحدة فقط كانت السبب في تغيير قوانين كأس العالم إلى الأبد؟ في مونديال 1982 التقت ألمانيا الغربية والنمسا في مباراة أصبحت تعرف باسم فضيحة خيخون. كان المنتخبان يعرفان أن فوز ألمانيا بهدف واحد فقط سيؤهل الفريقين معا ويقصي الجزائر رغم فوزها التاريخي على ألمانيا بداية البطولة. وبالفعل سجلت ألمانيا هدفا مبكرا، وبعدها تحولت المباراة إلى تمريرات دون أي رغبة حقيقية في الهجوم. الجماهير في الملعب غضبت وبدأت تطلق صافرات الاستهجان، لأن الجميع شعر أن نتيجة المباراة أصبحت محسوبة باتفاق غير معلن. رأيي الشخصي هو أن ما حدث، حتى لو لم يثبت رسميا أنه كان تواطؤا، فإنه أضر بروح المنافسة. كرة القدم ليست مجرد نتائج، بل هي احترام للجمهور وللمنتخبات الأخرى التي قاتلت من أجل التأهل. لكن الجانب الإيجابي، هذه الحادثة دفعت الاتحاد الدولي إلى تغيير نظام آخر جولة في دور المجموعات، فأصبحت جميع مباريات الجولة الأخيرة تلعب في التوقيت نفسه، حتى لا يعرف أي فريق النتيجة التي تناسبه قبل أن يلعب. وهذا يثبت أن بعض الأحداث السلبية قد تؤدي إلى قرارات تجعل المنافسة أكثر عدلا في المستقبل.